السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة زي ما خزنا معاكم الملوخية قبل كده هخزن البامية. هوريكم ازاي نفرزها من السنة للسنة. الناس اللي بتشتكي ان البامية بتغمى معاها خالص، هوريكم النهاردة ازاي تقعد معايا من السنة للسنة. هوريكم برضو كمان البامية اللي انا مخزناها من السنة اللي فاتت في الفريزر، هوريها معاكم. بس كملوا معايا الفيديو للاخر، هوريها لكم في اخر الفيديو. بس قبل ما نبدأ لازم تسموا الله وتصلوا على رسوله وتنزلوا اشتركوا في القناة. انا خزنت من فترة بس ما صورتوش، بس جبت كيلو ونص قلت اصوره معاكم. هوريكم ازاي تخزنوه. للناس اللي بتقول بتغمى معايا في الفريزر، من هنا ورايح مش هتغمى معاكي خالص. بس كملي معايا الفيديو للاخر وشوفي انا خزنتها ازاي وهنفرزها ازاي مع بعض وازاي هنحفظها بكل تفاصيلها. بس قبل ما نبدا لازم تسموا الله وتصلوا على رسوله وتنزلي اشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. هنبدا هنا بقى نقلم الباميه. تعرفين ان الاسعار الباميه السنه دي ما نزلتش، طبعا غاليه شويه. نبدا بقى كده نقلم مع بعض الباميه. انا بحب اخزنها كده، ما بحبش اخرطها كده، بتتحفظ اكتر وبتحافظ على الباميه كمان اكتر واكتر. هقلم كل الكميه اللي معايا. انا خزنت من فتره بس زي ما قلت لكم ما صورتوش معايا، بس هوريكم ازاي هخزنها. عشان في ناس كتير بتخاف تخزنها وفي ناس كتير بتحبها المجمده. انا من الناس اللي ما بتحبش الباميه المجمده خالص. دايما كل حاجتي بخزنها في الفريزر فريش وطازه. شايفين علمتها ازاي كده؟ خلصت كل الكميه اللي معايا. حاول نجيبها ما يكونش كبير أو ولا صغيره قوي، ويكون خضرة كمان كده. بعد ما علمت كل الكميه اللي معايا هغسلها كمان كويس قوي كده. بعد ما غسلتها حطيت حله ميه على النار تغلي. اول ما غلت معايا نزلت بليمونه، عصرت بالليمونه كلها. وبعد كده جبت معلقه كربونات صغيره. الليمونه تحافظ لي على الباميه من السنه للسنه، والبيكربونات تحافظ لي على اللون بتاع الباميه، يبقى اخضر معايا لاطول وقت ممكن. هما المكونين دول بس اللي انا هحطهم في الباميه، هما اللي هيحفظوا لي الباميه ويحافظوا له على لونها علشان ما تغمقش معايا. هفضل بس كل شويه هفضل اقلب فيها، عشان انتوا عارفين الباميه بتبقى فيه باميه حمراء، كل ما نقلبها بتطلع في الميه اللون. هنفضل نقلب وكل اللي يخضر معانا نطلعه، مش هنسيبها وقت طويل عشان لما تطلعيها ما تحمرش معاكي. هبدأ كده. بصوا ده اللون اللي انا عايزاه الباميه. اول ما توحد اللون كله هنبدأ بقى نطلعها مع بعض. مش هتاخد دقيقتين 3 عشان مش هتستوي معايا. هنا جبت بولة فيها ميه ساقعه جدا، يكون ميه ساقعه ومتلجه كمان. نزلت كل الباميه لحد ما تبرد معايا، وبعد كده هبدأ اطلعها. ده كده شكل الباميه بتاعتي بعد ما خرجتها معايا وكيستها كمان. عملت لي 3 اكياس حلوين، الكيس في حدود نص كيلو. ولونها كمان سبت معايا ولونها بيخضر جدا، والحمار كله طلع فيها زي ما انا قلت لكم. هنفضل نقلب لحد ما الحمار كله يطلع في الميه. ده كده شكل الباميه. هوريكم كمان الباميه اللي كنت مخزناها السنه اللي فاتت. هوريكم كمان شكلها ازاي قاعده معايا خضرة لحد دلوقتي. والله العظيم دي بتاعت السنه اللي فاتت مش السنه دي. السنه دي اللي مخزناها دي اخر بتوع السنه اللي فاتت. وفي كمان كيسين قاعدين عندي في الفريزر. ده كده شكلها كده. خلصنا الفيديو. يا رب الفيديو كان عجبكم. النهارده خزنا معاكم الباميه الخضراء. يا رب استفدتوا مني في الفيديوهات. ما تنسوش بقى الاشتراك واشوفكم تاني في فيديو جديد.